عملت لكم النهاردة ديكور سهل جدا جدا بالبلالين، ممكن اي حد مبتدئ يعمله. تقدروا تستغلوه في اي مناسبة مش بس في العيد. حرفيا اسرع ديكور بلالين ممكن تعملوه. في البداية كده انا استخدمت الستارة الجميلة دي اللي كلكم عارفينها، بتحلي اي حاجة طبعا. اتعاملوا معاها بحرص جدا لان هي بتتلكك عشان تتقطع، بس ده ما يمنعش ان هي جميلة برضه. هتلاقوا دبل فيس كده في ظهرها، هتشيلوا الستيكر من عليه وهتلزقوها على الحيطة. بعدين انا استخدمت بلالين ذهبي واسود. الكيس ده فيه 100، كل كيس يعني فيه 100. طبعا ما استخدمتش الكيسين كلهم. بصوا بقى، هناخد اي لونين يعجبونا، يعني اخدت 2 اسود مع بعض، 2 ذهبي، اي حاجة. المهم انا نفختهم وتقريبا نفختهم على الاخر. بعدين بضغط عليهم وبخليهم يفرغوا شوية هواء علشان حجمهم يصغر، وفي نفس الوقت انا بعمل الخطوة دي علشان يبقى شكلهم مدور كده وحلو. وبعدين بقى بربطهم في بعض. قلت لكم ان ده هيبقى اسهل ديكور بلالين تشوفوه، وفعلا هيبقى اسهل ديكور، لان انتوا ولا تلتزموا بالوان مع بعض ولا تلتزموا بحجم البالونة كمان. يعني اعملوا كبير في صغير، واعملوا 2 اسود مع بعض، 2 جولد مع بعض، واحدة اسود وواحدة جولد. انا كمان لقيت شوية ابيض عندي، فقلت لما ادخلهم كده في الموضوع. وفي الاخر هقول لكم ايه السر اللي هيخلي الديكور يطلع معانا تحفة. وعلى فكرة انا استخدمت اقل من نص البلالين، يعني سهل واقتصادي كمان. قعدت بقى انفخ واربط كل 2 مع بعض لحد ما خلصت شوية حلوين. وبعدين بدأت بقى في المرحلة اللي بعد كده، اي بالونتين مع اي بالونتين وبندخلهم في بعض كده، وبنلف اي بالونتين لفة واحدة كفاية. هعمل الباقي كله بنفس الطريقة. في الخطوة اللي بعد كده هحتاج يا اما شريط حلواني زي ده او خيط صنارة زي ده. انا بفضل طبعا استخدم خيط الصنارة، وده موجود عند محلات الحدايد والبويات، وممكن كمان تلاقوه في المكان اللي هتجيبوا منه البلالين. اخدت طرف الخيط ولفيته حوالين الاربع بلالين اللي قدامي لفات عشوائية، وكده ابقى ربطته فيهم كويس كده. الخيط من طرف مربوط في البلالين، والطرف التاني في ايدي اللي هو البكرة، مش بقطعه ولا حاجة علشان لسه هكمل ربط. وبجيب 4 بلالين تاني بأي لون وبحطهم بأي طريقة، برضو هتتعاملوا بعشوائية تامة، مفيش أي قوانين. وهبدأ ألف لفات عشوائية تدخل وتخرج ما بين صف البلالين اللي أنا لسه حطاه والصف اللي قبليها على طول، يعني لفة كده على كل بالون علشان يبقوا ماسكين في بعض من كل الاتجاهات، وخلاص مش أكتر من كده. بعدين بجيب 4 بلالين تاني وبحطهم برضو فوقيهم بأي طريقة، وببدأ ألف الخيط حوالين آخر صف حطيته والصف اللي قبليه على طول، يعني مش برجع لأول صف أنا حطيته ولا حاجة، هما آخر صفين مع بعض وبس. وهكمل بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل البلالين اللي معايا. ما عملتش كتير قوي ولا حاجة، عملت عمود اطول من عرض الستارة بشوية صغيرين. هنثبته بقى ازاي على الحيطة؟ هنحتاج لزق وهنحتاج شريط حلواني. اول حاجة قصيت لزقتين كبار قد بعض ولزقتهم في بعض كده زي علامة في، وقصيت حتة كبيرة شوية من شريط الحلواني ومسكتها من النص ولزقتها في اللزقة بتاعتي، وخليت نصها من فوق ونصها من تحت. انا عارفة ان التصوير مش موضح قوي، بس يا رب تكونوا فهمتوني. بعدين اخدت اللزقة دي وثبتها على الحيطة كويس، وعملت كمان 2 تاني ووزعتهم كده بعرض الستارة. دلوقتي بقى هثبت العمود اللي انا عملته فوق الستارة، فهاخده كده وهثبته بايد، وبالايد التانية هاخد الطرف بتاع شريط الحلواني وهبدأ الفه لفات عشوائية على اي بالونة تيجي قصادي، فوق وتحت ويمين وشمال في اي حتة. ولما يقصر مني خالص هسيبه وهدور على الطرف التاني اللي انا كنت برضو عاملاه، وبرضو هلفه كام لفة برضو على اي بالونة تيجي قصادي، وهعمل نفس الخطوات بقى مع باقي الشرايط اللي انا كنت حطاها، وكده هيثبت كويس من غير اي ستاند ولا اي حاجة. نيجي بقى عند السر اللي هينقل الديكور ده في حتة تانية خالص. البالونة الكتكوتة دي بستخدم معاها الاستيك علشان اعرف اثبتها في البلالين. بدخل الاستيك على اي بالونة من الصغيرين دول كده، وبعدين بمسك الاستيك وبفتحه وبدخله في اي بالونة كبيرة، بحطها في اي مكان فيه فراغ وشكله مناسب ان ينفع يتحط فيه البالونة. بعد ما بثبتها في البالونة الكبيرة ببدأ اظبط شكلها. هقول لكم كمان شوية عملت البالونة كده بالشكل ده ازاي. حرفيا هتحول الديكور من ديكور عادي جدا لديكور احترافي، كأن حد بروفيشنال كده هو اللي عامله. تعالوا اوريكم بقى عملتها ازاي. بنفخ البالونة نفخة بسيطة جدا، بعدين بربطها وبراعي وانا بربطها اني مربطهاش على الاخر، بسيب باقي مساحة البالونة كده تبقى من جوه علشان اعرف اتحكم في البالونة من غير ما تفرقع مني زي كده. يعني بضغط عليها من تحت وهبدأ اقسم البالونة لجزئين، والجزء اللي من تحت قد الجزء اللي فوق مرتين. بقسمها كده وبلف اي جزء
جزء فيهم كام لفة وبفضل ماسكاها علشان ما تفكش. بعدين بفتح الصباعين دول كده وبدخل البالونة في ايدي، يكون الجزء الصغير في ظهر ايدي والجزء الكبير هو اللي ماسكاه بين ايديا، وبالايد دي مع الايد دي كده، وهضغط في نص البالونة علشان اقسمها لاتنين. وبعد ما قسمتها همسك اي جزء فيهم وهلفه كام لفة بقى شكلها كده. هاجي بقى عند الجزء اللي انا كنت عاملاه صغير من الاول، وهمسك بوز البالونة كده وبلفه وبضمه على الناحيتين او البالونتين التانيين، وبدخل واخرج كده فيه على قد ما اقدر علشان بس يمسك وما يفكش. مش بربطه ولا حاجة، يعني انا بس بدخله واخرجه كده بطريقة عشوائية وخلاص. فبتطلع معانا بقى القمر دي، وهنستخدم بقى طبعا معاها الاستيك زي ما قلتلكوا علشان نثبتها في البلالين بتاعتنا. بصوا بقى شكل الديكور بقى عامل ازاي بعد ما وزعت كام واحدة منها كده. وعلقت بقى عيد مبارك دي، انا كنت عاملاها في فيديو قبل كده، اي حد متابعني اكيد شافها. كمان حطيت الخروف الجميل بتاعي اللي مليان حلويات، قلتلكوا على فكرة ان انا هستخدمه كمان كديكور. وحطيت كمان توزيعات الكعبة اللي عملتها معاكم قبل كده بورقة واحدة بس. وطبعا ما نسيتش القمر ده، الديكور ما كانش هيكمل من غيره اصلا. واخر حاجة بقى حطيت فرع نور اصفر كده، عمل شغل عالي جدا. على فكرة الديكور ما كانش ليه اي علاقة بالعيد لحد اخر خطوة انا عملتها لما حطيت شوية حاجات بتاعة العيد. فعاوزاكم تستغلوا الديكور ده في اي مناسبة جايلكوا، عيد ميلاد او خطوبة او كتب كتاب، اي مناسبة. فاي حد عادي مش بيعمل بلالين ولا بيشتغل فيها هيعرف يعمله. نسيت بس اقول لكم انكم تحافظوا على حجم البلالين صغيرة علشان تقدروا تعلقوها وما تبقاش مرتفعة قوي عن الحيطة وشكلها غريب. يعني الاحجام المتفاوتة اللي انتوا هتعملوها اللي هي مش بمقياس اصلا تكون معظمها صغير. يا رب يكون اختراع النهاردة عجبكم واستفدتوا منه.